وحاليا كاينه حملة بلوك المشاهير في أمريكا بسبب جملة تقالت في الميتين غالا. انتشر واحد الفيديو لعارضة أزياء الاسم ديالها هايلي بايلي في حفل الميتين غالا وهي كتقول والجملة اللي اعتبروها الناس والجمهور اللي كيدعموا القضية الفلسطينية مستفزة لأنها كتعود لقصة ماري أنطوانيت في وقت الثورة الفرنسية عام 1787 فاش تشكى لها الشعب الفرنسي من الجوع وأنهم ما عندوش حتى الخبز باش ياكلوا فجاوبتهم ليتيم إيت كيك. ولأن كل شيء يدرس في مثل هذه التظاهرات فجل الجمهور اعتبرها رسالة واضحة موجهة للمتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية واللي بالخصوص للجامعات الأمريكية. هاد الشيء اللي غادي يخلي السوشيال ميديا تقلب رأسا على عقب وقرروا أنهم يعاقبوها بالطريقة ديالهم وبلوكوها من جميع منصات التواصل الاجتماعي باش الربح يمشي لها من المنصات. But we're not gonna eat cake. We're gonna starve the rich. We're gonna eat the rich. eat cake. وليش هذا المصطلح أثار جدل وغضب الشعب الأمريكي؟ Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. This وقرروا كذلك يعاقبوا كل المؤثرين اللي كانوا ساكتين ولا بينوا الدعم ديالهم للكيان بنفس الطريقة وعلى رأسهم كارديسيان والمشاهير الآخرين. والحملة كذلك كانت شاقلات للعالم العربي على المؤثرين اللي ما داروا حتى ردة فعل تجاه القضية الفلسطينية. Arab and Muslim influencers and creators with millions and millions of followers that have completely ignored the genocide of their own people. Arab and Muslim creators who for the last 7 months have been posting POVs and funny videos and get ready with me's, who have been indulging in luxurious brand deals and going on trips. عم البلوكات اللي انت وهو قاعدين تعملوها ضد المشاهير عشان ما حكوش عن القضية عم تظلموهم معاكم. لو تعرفوا السبب الحقيقي ليش كثير من المشاهير يا ما حكوش بالمرة يا بطلوا يحكوا عن القضية يمكن تغيروا رأيكم. السبب الحقيقي انه فلوس الفيديوهات اللي بتحكي عن القضية بنشال منها الدعم المالي. وحتى اللي داروا إشهار العلامات التجارية اللي كان مفروض عليهم مقاطعة ديالها كونها كتأيد الكيان الصهيوني. مصدومة صدمة عمري يا جماعة. أنس وأصالة عاملين فيديو دعاية لماكدونالدز، بس هن مش عاملينها دعاية، هن لافين ودايرين يعني لأنه نحن بتعرفوا يعني نحن هذايل، عرفتوا علي كيف؟ فكرة الفيديو الأساسية إنه بدهم يعملوا فيك ماكدونالدز، عرفتوا علي كيف؟ مشان يقنعوا أولادهم لأنه أولادهم كتير معلقين بماكدونالدز ياكلوا أكل صحي اللي بتطبخ لهم يا أمهم. أصالة وأنس بيعلنوا الماكدونالدز نزلوا فيديو بصفحتهم الإنجليزية استأجروا مطعم وحولوه لماك، وبعدها أصالة عملت برجر عشان تقنع أطفالها إنه طعام طبخها زي هابي ميل. We're gonna be building a fake McDonald's to trick my kids into thinking that it's the real McDonald's. Can you believe that I made this? Cheeseburger. هجوم كبير في السوشيال ميديا وتعليقات بتقارن ما بين أطفالهم ميلا ونوح وأطفال غزة، وانتقادات زي انتوا بلا دم وما عندكم مبدأ وكتير سخيفين. واللي بده يقول لهم انه انتم بدكم تعملوا دعايه، نحن شلون يعني بدنا نعمل دعايه ونحن عم نقول انه اكلهم مش صحي. يا الله يا الله، انه شوفوا هاللفه والدوره، انه مشان ما حدا يقول لهم انه انتم عم تعملوا له دعايه. طبعا اسم ماكدونالدز انذكر 1000 مره وتصور بماكدونالدز، واكيد ما رح يصوروا وما رح يقعدوا ياخذوا نفس الديكور والباكجينج والمنيو تبعه الا باذنهم وبالتعاون معهم.